تعالوا يا حلوين نعمل حلاوة المولد اللي انتوا شايفينها قدامكم. احلى حاجة بتتباع في حلاوة المولد السمسمية والفولية. هنعمل كمية كبيرة قوي، والكمية دي كلها شايفين الكمية قد ايه؟ كل الكمية دي مش هتكلفك تمن علبة في الأيام اللي احنا فيها دي، وكل ده عملته بكيلو سكر وكوباية زيادة عليه. يلا الشكل الحلو ده ما يستاهلش لايك؟ يلا اعملوا لايك، واللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس، وتعالوا نشوف هنعملها ازاي. أول حاجة بتجهزي الصاج أو الصينية اللي انت هتحطي فيها، بدهنها زيت كويس، وبعدين بحط فيها كيس مطبخ وبرده بدهنه زيت كويس جدا. وخلاص على كده بركنه، وباجي طاسه على النار وبحط فيها ده نص كيلو سمسم محمص، سمسم محمص، وبقلبه تقلبتين كده، بخرج منه الرطوبه يا دوب يدفى بس اهو، ماسكاه بايدي يعني مش سخن ولا اي حاجه، خلاص كده. وباجي بقى بجيب الحله اللي هجهز فيها السيرب، كوبايه ونص سكر، ده السيرب بتاع السمسم على قد السمسم، كوبايه ونص سكر عليهم نص كوبايه ميه، وبحط رشه فانيليا او ماء زهره او ماء ورد اللي تحبيه، رشه فانيليا، وبرفعهم على النار. طبعا ما بياخدش وقت خالص. اول ما يغلي والسكر يدوب بنزل بعصير نص ليمونه ومعلقه كبيره عسل جلوكوز. العسل الجلوكوز ده انت بتجيبي من عند العطار، البرطمان كله ب 25 جنيه. اول ما يوصل للون ده ركزي معايا بقى في الخطوه دي، اطفي عليه النار او تبعديه عن النار، وتاخدي نقطه في ميه، لقيتيها ناشفه كده اهي بتعمل صوت، وكمان اتكسرت اهي كده السيرب جاهز. لو لقيتيها طريه وبتتني كده معاكي او ملزقه يبقى لسه عليها شويه تاني، سيبيها ثواني تاني على النار، ثواني بس. بجيب بقى الطبق دهناه زيت كويس وبحط فيه السمسم، وده السيرب اهو، بصوا لونه حلو ازاي، ما تزوديش عليه النار. خدت على طرف المعلقه كربوناتو وهو حطيتها عليه. الكربوناتو فايدته ايه؟ بيخليها ما تبقاش معضمه، ما تخليهاش تبقى ناشفه، تقطمي القطمه تضيف في البق على طول. وحطيت بقى السيرب كله على السمسم اهو، وهغلف السمسم كله. طبعا الخطوه دي سريعه، بتغلفي السمسم بالسيرب كله، وبعدين بتاخديه على الصاج، عشان كده احنا بنبقى مجهزين كل حاجه. بتاخديه على الصاج او الصينيه اللي انت دهناها، وبتحطي السمسم. وبعدين بجيب بقى ايه دي، هراسه البطاطس او اي حاجه تضغطي بيها وتساوي بيها، وتفردي على قد سمك القطعه اللي انت تحبيها، على قد السمك يعني، تفردي لحد ما ايه، ما تبقى الحته زي ما بنشتريها. وبعدين وهو سخن بتقطعيه، انا جايبه اقطعه بقطع بيها، ممكن تقطعيه بسكينه، ممكن تقطعيه باي حاجه، وهو سخن عشان لو برد هينشف وهيتكسر معاكي. بركنه بقى على جنب، واجي بقى اعمل الفوليه السوداني اهو، حطيته في طاسه على النار، بخرج منه الرطوبه اهو دفيان بس. وبعدين بجهز برضو الصاج، نفس الخطوات هعملها، او الصينيه او اي حاجه عندك، وبفرد فيها كيس مطبخ، وبدهن الصينيه او الصاج زيت، والكيس برضو زيت، وبجيب الطبق برضو بدهناه زيت. وادي السيرب اهو، شايفين لونه على طرف المعلقه، برضو بحط كربوناتو بقلبها، شايفين الفوران بتاع الكربوناتو. حاولي ما تزوديش النار على السيرب، تاخدي بالك قوي، لانه لو زاد سنه هيمرر معاكي، وهيخلي الحلاوه كلها طعمها ممرر. اهو بحط برضو على السوداني، طبعا بغلف السوداني بالسيرب. المعلقه اللي انا بقلب بيها لازم تكون مدهونه زيت، كل حاجه مدهونه زيت، القطاعه اللي بقطع بيها مدهونه زيت لازم، لان هيلزق فيها. وهراسه البطاطس دي برضو بتكون مدهونه، كل حاجه دهنها زيت، وانا وحطها في صينيه على جنب. برضو فردته على حسب الحته اللي انت، على حجم الحته اللي تحبيها، السمك اللي تحبيه، واديني قطعته اهو. وبرضو هركنه جنب السمسم. والفوليه دي انا جبت من المقله نص كيلو سوداني. باجي بقى بعمل الحمصيه، ده 400 جرام حمص من المقله، كيسين كده بيتباعوا في المقله، ونفس الكلام خرجت منها الرطوبه، وجبت صينيه دهنتها زيت كويس، وبعدين فردت فيها كيس مطبخ ودهنته برضو زيت. ضفت الحمص في الطبق المدهون، وبنزل عليه بالسيرب، طبعا نفس الخطوات بعملها اهو، بغلفه كويس بالسيرب، وبنزل في الصينيه اللي انا مجهزاها. عشان كده ببقى مجهزه كل حاجه، عشان الحاجات دي عايزه سرعه، لازم تعملي بسرعه عشان ما يقفش معاكي. ونفس الكلام فردته بهرسه البطاطس او اي حاجه تفردي بيها، وبتقطعي باي حاجه برضو تقطعي بيها. وخلاص على كده بركنه جنب الباقيين. واجي هنا دول شويه بندق على لوز، دول ما يكملوش 8 كيلو اصلا. عملت لهم شويه سيرب كده على قدهم، نص كوبايه سكر بس، وربع كوبايه ميه. وبرضو نفس الخطوات اهو، حطيتها عليهم وغلفتهم عشان اعمل شويه بس كده، عشان العيال بيحبوه. وبجيب غطا عشان عايزه اعمله حجم مدور، غطا دهناه زيت، وبرضو في كيس برضو مدهون، وبدوس عليه كده عشان اعمله مدور اهو زي ما انتوا شايفين. تحفه تحفه. طبعا هو سخن خالص، سخن قوي، بس عشان اوريهولكم بعمل واحده اهو تاني، بحط شويه كده بالمعلقه، وبضغط عليهم، بتطلع مدوره زي ما انتوا شايفين. وطبعا كل حاجه برضو مدهونه. الحاجات اهي نشفت، ما كملتش ساعتين وكانت نشفت زي ما انتوا شايفين. شايفين الصوت مخشول اهو، ناشف.
وبيتقطع بسهوله، بينشف بس في نفس الوقت اول ما تقطمي بيتقطم معاكي بسهوله وبيدوب في البق بسبب على طرف المعلقه الكربونات اللي احنا بنحطها دي، هي اللي بتعمل كده. شايفين عامله ازاي؟ تحفه. كلفنا ايه في كل اللي عملناه ده؟ كيلو سكر وكوبايه عليه، عشان كل حاجه بتاخد كوبايه ونص سكر ونص سمسم ونص سوداني وكيسين حمص واقل من تمن مكسرات وخلاص كده. وادي الفوريه اهي برضو، كل حاجه هوريها لكم وهقطعها قدامكم. هتقولي ما انت كلفت ايه؟ انا التكاليف اللي انا كلفتها كلها ما تجيبش علبه، ما تجيبش علبه فيها كيلو او كيلو شويه، ما تجيبش بالاسعار اللي احنا بنسمعها دلوقتي، اسعار فلكيه. لا وكمان الحاجات مثلا الفوليه والسمسميه والحمصيه والحاجات اللي احنا عاملينها دي، طبعا دي اسعارها بتبقى اغلى من حاجات تانية كتير. وزي ما انتوا شفتوا الكميه في اول الفيديو، يمكن اكتر من 3 كيلو، يعني تيجي اكتر فعلا من 3 كيلو. والحمصيه اهي شايفين بتطلع معايا بمنتهى السهوله. برضه هاكسر حته معاكم اهو، شايفين هو ده السمك الحلو. اعملي السمك اللي تحبيه، وسهل جدا سهل جدا، ما بياخدش وقت خالص. اهم حاجه تظبطي السيرب كويس، لان السيرب لو اتحرق منك هيمرر، او زادت عليه النار شويه هيمرر ويخلي الحلاوه كلها تمرر معاكي. ودي كل الكميه اللي احنا عملناها مع بعض. والابيض ده دي القشطه، هنزلها لكم الفيديو الجاي، وكل شويه هنزل لكم حاجه في حلاوه المولد ورا بعضها كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وطبعا المنظر الحلو ده يستاهل لايك، عشان اللايك بتاعكم بيفرق معانا وبيشجعنا ان احنا نكمل. واللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وكل سنه وانتم طيبين.